وقصتنا بتبدأ بالرجل القرد، وهو شاب اسمه بوبي وبيلبس وش على هيئة قرد، وهنعرف بعد شوية اشمعنى القرد. المهم ان بنشوفه بيدخل لحلبة مصارعة، وبتكون حرفيا الجماهير كلها مش طايقاه، وعشان كده تلاقيهم بيزقلوه بالطوب والشباشب، ووقتها بنعرف ليه الجمهور بيكرهه، وده لانه شاب ضعيف، وكل ما بيدخل الحلبة بينطحن وبيموت من الضرب مهما كان خصمه قوي او ضعيف، وعشان كده بيخرج من المكان وهو مطقطق راسه، وبيخرج من الحلبة على مدير الصالة، وبنعرف ان لقبه النمر. ووقتها بنكتشف انه بيندفع له فلوس عشان ينضرب اساسا، ولانه ما عندوش حاجة تانية يقدمها في الحلبة، ولكنه بيطلب منه بإلحاح انه يزود له المبلغ شوية، وده لانه محتاج الفلوس جدا، ولكن النمر بيرفض. هو بيقول له مش انت اللي عامل لي فيها قرد وعمال تتنطط لي بالشجر، البس، وبعدين انت اللي زيك مالين الشوارع. فبيسيبه وبيطلع على غرزة الفقراء، وهناك بنشوفه مركز مع واحد في التلفزيون اسمه بابا شاكتي، وواضح كده انه درويش من الدراويش بتوعهم هناك، لدرجة ان هم بيلقبوه بأسد الأمة ورجل السلام والمعلم، وده لانه اتولد فقير وحاليا بقى من اثرياء القوم. وفي نفس اللحظة بيجي له شاب اسمه لاكي، واللي كان جايب له معلومات عن كوين كابور ملكة الملوك، وهو بيقول له انها دايما بتبقى موجودة الصبح في كافيه ايطالي عشان تشرب القهوة بتاعتها، وانها هتكون موجودة هناك بكرة، وهي دي كوين كابور، واللي بتكون موجوده فعلا في الكافيه. وفي نفس الوقت بيروح لها شحات رخم، ومهما تقول الله يحنن هو مثبت، وفجاه وقع لها المشروب بتاعها، وبعدها بيسرق البوك بتاعها وبيطير، عشان نتفاجئ وقتها انه مش شحات ولا حاجه، وانه بغل وعنده كرش كمان، واللي كان بعته هو نفسه بوبي، وبيتاكد ان الحاجه دي بتاعتها من الكارت بتاعها، واللي مرسوم عليه تاج الملوك، واللي هو موجود على نفس المبنى اللي هي بتديره، وعلى طول بيطلع لهناك وبيفضل يراقب المكان لحد ما يتاكد انها وصلت، وبيدخل لها وبيديها البوك بتاعها. ولما سالته عنه جبته منين، فبيقول لها انه جابه لها من بق الاسد من شويه صيح كانوا بيتخانقوا عليه، فبتديله فلوس ولكنه بيرفض، وبيطلب منها انها توظفه. فقالت له المكان ده للملوك، فمش هيجي واحد صعلوك من الشارع كده نوظفه، وبتطلب منه السي في بتاعه او توصيه من حد تقيل، فوراها ايد المشوهه، واللي واضح كده انها نتيجه حادث وحريق، وبيقول لها دي سيرتي الذاتيه ومستعد اشتغل في اي حاجه ومش هعترض. وفي نفس الوقت بيجي لها تليفون، وقتها بيركز في الصوره اللي وراها، وبيشوف ظابط تقيل اسمه رانا سينج، واول ما بيشوفه بيركز معاه وهو بيبص لها، وواضح كده ان في حوار كبير بينهم. اما كابور فبتوافق انها تشغله، وهي بتقول له اياك تنسى نفسك في يوم من الايام وربي لفرمك. وفي اخر الليل بينام في عشه الفقراء، ولكنه وقتها ما بينامش، وبيبدا يفتكر والدته اللي كانت دايما بتفكره بربنا، وبنعرف وقتها انه مسلم، وبيفضل يكرر في الكلام اللي كانت بتقوله له وهو طفل. وتاني يوم الصبح بيستلم شغله الجديد، وبنعرف وقتها انها شغلته مرمطون المكان، غسيل حمامات، غسيل صحون، اي غسيل شغال. وفي نفس الوقت بيجي له واحد أزع واسمه الفونسو، وبعد ما بيتعرف عليه بيعرض عليه انه يبيع له دراجز، بس ابوه شاب محترم وهو بيقول له لا للمخدرات وفكك مني ماليش في الكلام ده. وفي النهايه بيركب له الوش الخشب فبيمشي. وفي اخر الليل وبعد ما بيخلص شغل بنشوفه هو رايح يشتري سلاح، ووقتها بيقول للديلر انا عايزه صغير بس يكون فتاك، فبيديله واحد وبيقول له لازم تكون قريب من الهدف، فبيقول له هو ده المطلوب اثباته. ولكنه لما بيروح الشغل تاني يوم بيتفاجئ ان المكان مؤمن بتامين ناري، واثناء ما هو رايح لكابور بالقهوه وبيسمع كابور بتهزق واحده، وهي بتقول لها ده انا اللي جايباكي من صفافيح الزباله وسترتك بدل بيوت الدعاره اللي كانت بتديك 500، وعايزاكي بقى تشرفيني وترفعي راسي. ده واضح ان كابور شريف على الاخر. واثناء ما بيقدم لها القهوه بيدخل عليهم الفونسو، وتفاجئ انه بيدخل عليها بدون ما يخبط الباب، وان هو الديلر بتاعها اساسا في المكان، يعني بالنسبه لها الكل في الكل، وبتديله كمان فلوس عشان يصرف على خدمه كبار الشخصيات. وعشان كده اول ما بيخرج بيطلع جري وراه، وهو بيقول له يا ابن الايه يا لئيم انت، ده طلعت بتحترمك احترام تمام بالله عليك يا صاحبي عايزك في خدمه. ولكن المره دي الفونسو هو اللي بيكشم له، ولان بوبي عارف انه كلب فلوس فعرض عليه انه يكسبه فلوس كتير جدا من مراهنات المصارعه، وقال له على مين هيكسب ومين هيخسر وفي اي جوله بالتحديد، والمقابل هتكون ترقيته، ويطلع من المطبخ لصاله كبار الشخصيات. وفعلا بالليل بيروح حلبة المصارعه والقرد بينضرب كالعاده، وبالفعل الفونسو بيقدر يلم الغله، وعشان كده بياخده معاه تاني يوم للصاله. واول ما بيدخلوا بيبدا ينبهوا ان عينيه دايما تكون في الارض طالما ما حدش نادى عليه، وده لان المكان مليان بالشخصيات المهمه واللي بيكون من ضمنهم وزير الدفاع. وبنعرف وقتها ان كابور في المكان ده بتدير اكبر شبكه دعاره في البلد كلها، وده طبعا تحت حمايه الاشخاص الموجوده في المكان، واللي المفروض ان هم يحموا البلد من الكلام ده اساسا. وعشان كده تلاقي الفونسو دايما بيسلم عليهم وبعدها بيمسح ايده، وموجود في المكان برضه اقذر رجال الاعمال واللي بيديروا كل الاعمال المشبوهه زي المخدرات. وقتها بوبي بيسال الفونسو عن الضابط رانا، فقال له ان ده موجود فوق في غرفه كبار الشخصيات، وده لانه مدمن مخدرات. وفي اخر اليوم الفونسو بياخده معاه في التوك توك بتاعه، وهو بيقول له ابسط يا سيدي دلوقتي بقيت بتتعامل مع الملوك، ولانه اساسا كان معدي في وسط الفقر فقال له الملوك دي ولا حاسين بينا اساسا، هم عايشين في الجنه واحنا عايشين في عالم تاني كله قذاره، انت مسمي الحياه اللي احنا عايشينها دي حياه اساسا. وتاني يوم في المكان بيشوف البنت اللي كانت بتزعلها كابور،
عصفور. وقتها بتكون قاعده مع حيوان شهواني وكان لسه هيتعصب على بوبي لولا هي لحقته وشغلته عنه، فانشغل في الوشم الموجود على جسمها وهو بيقول لها ايه العصفور العسل ده، ما تيجي ناخد العصفور ده وندخله العشه. ولكن بوبي غصب عنه بدا يركز معاها وهو بيشوف كميه القذاره والوساخه اللي بيعيشوها الكبار وعاملين نفسهم محترمين وكبار، وبيفتكر برضه الفقر والظلم اللي بيعيشوه الفقراء، فبينهار وبيرتعش وبيطلع يجري على بره لانه خلاص ما بقاش مستحمل اللي بيشوفه. وبعد ما بيهدى بيلاقي كلبه جاياله فبيجيب لها اكل من الزباله ويقعد ياكلها. وقتها بتجيله جوتي وبتقعد جنبه وهي بتقول له خليك رواح يا براشدي، وعشان تشتغل في الاماكن اللي زي دي يبقى لازم تلمع قرون كويس. فبيسيب كل كلامها وبيركز على الوشم اللي على جسمها وهو بيقول لها انه مش عصفور وانه طائر الزعاق اللي كان بيصحى كل يوم على صوته لانه متربي في الغابه، فحست منه مفيش رجا وقالت له يا ريت تبطل تاكل الكلبه لانها هتجيلك كل يوم وتستنى منك الزياده، فبلاش تديها الامل. وكانها بتكلمه عن نفسها. وبيبدا بوبي يدرب نفسه ازاي يستخدم السلاح، وفي الاول بيكون نشانه ضعيف ولكنه بيفتكر كميه التفتيشات فازاي هيدخل بالسلاح المكان ده، وعشان كده بيبدا يقرب من الكلب اكتر لدرجه انها اتعودت عليه وبقت كل يوم تجيله. ومع كثره تدريبه على النشان فبيبدا يصيب الهدف وهو بيفتكر كميه الظلم والاهانه اللي بيتعرض لها، وعشان يقدر يدخل السلاح المكان بعد ما بيدخل من الباب الرئيسي واللي في التفتيش بيخرج من الباب الخلفي وبيقابل الكلبه واللي بنتفاجئ انها جات له بالسلاح واللي كان مخبيه معاها. وبعدها بيدخل لالفونسو واللي بياخده المره دي على صاله الفي اي بي وهو بيقول له اهلا بيك في الجنه يا عزيزي، ولكن ابسولوتلي ده هو ده الجحيم بنفسه واللي موجود فيه كل انواع الرذيله والكبائر اللي موجوده في الدنيا كلها. فبقى يشوف اللي بيحصل وهو مصدوم. ووقتها بيشوف باب فالفونسو قال له ده باب السقيفه واللي هم عليه القوم اكتر من دول كمان واللي ما بيقدرش يطلعوا الا كابور. وبيبدا بوبي يوزع لهم الدراجز بنفسه. ووقتها بيلمح جوتي واللي كان موجود معاه الضابط رنا، ووقتها بيركز على الحلقه اللي في ودنه وكأن في ذكريات أليمة بينهم. ومن توتره بيدخل يجري على الحمام وهو بيحاول يلقط نفسه وهو بيبص الايد المشوهه وبيفتكر ايام الطفوله وهو بيدمع. وبعدها بيخرج عشان يدي للحيوان ده كيفه. ووقتها جوتي بتاخد بالها انه مخبي المسدس تحت البدله ولكنها بتسكت لما بيبص لها. واول ما الحيوان ده بياخد الجرعه كامله بيحصل له نزيف فبيدخل جري على الحمام، فبيروح وراه بكل هدوء وبيقفل باب الحمام. فاول ما شاف بوبو قدامه قال لبوبو بكل عنجهيه اديني الفوطه يا حيوان، فاتفاجئ بالمسدس اللي في وشه وهو بيقول له دي هديه من والدتي. ولكن بوبي بيتشتت اول ما واحد بيخرج من الحمام فالظابط استغلها ونزل فيه ضرب وبتحصل بينهم مدعكه يا صاحبي وضرب نار. فكل الموجودين اول ما بيسمعوا الصوت بيطلعوا يجروا، ولان بوبي اساسا ضعيف اما رنا فهو جاحد ولانه قدر يوقع من المسدس في عدمه العافيه، ولكنه في النهايه بيقدر يطعنه وبيطلع يجري، وخصوصا لما سمع خبط الحرس بتوعه جايين وقدر يكسر حوض السمك ويهرب منه. واول شباك بيقابله بيحاول يهرب منه ولكن للاسف برضه ما بيقدرش. وقتها بيكون مضطر يقابل رجاله سينج وقدر يدافع عن نفسه ويهرب منهم بطفيه الحريق لحد ما قدر يوصل للجراج واللي بيكون برضه ملغم بكلابه ولكنه بيقدر يتخفى منهم لحد ما بيركب توك توك الفونسو. وقتها الفونسو الحزين بيشاور له وهو طالع فبياخده هو كمان في سكته. واول ما بيطلع على الطريق بيحس انه راكب طياره مش توك توك لانه بيكون واخد الطريق كنس في كنس يا زميل. وقتها الفونسو بيقول انت بتنايل ايه يا حزين بقى، ما لقيتش الا التوك توك بتاعي تاخده. وبعد كر وفر كتير والبلد كلها بتجري وراه وفي لحظه بتظهر قدامه بنوته بتعدي الشارع فبيوقف بوبي على اخر لحظه. وقتها عربيه الشرطه بتقدر تصدمه واسلام مغمى عليه ومش شايف قدامه. بينزل له كلب من كلاب سنج وبحديده بيديله على دماغه ووقتها بيروح في غيبوبه وبيفوق على صوت رجاله رنا وهم بيقولوا الباشا عاوزه حي. وقتها بيلاقي نفسه متكلبش لان وقتها كان بينقلوه في بوكس الشرطه فبيقدر يضربهم وهو مربوط، وبمسدس واحد منهم بيقدر يخلص على الكل. وبالفعل بيقدر يهرب من البوكس على عربيه ماشيه وراهم فبيبداوا يطاردوه من تاني. وقتها بيلاقي نفسه متحاصر بالطيران وهم بيحذرونه يسلم نفسه ولانه كان مستمر في الهروب فبيضربوه فبيقع من على سطح مبنى في ترعه. وفجاه بنشوفه بيفتح عينه وهو تايه. ووقتها بنكتشف ان في حد بيطلع له رصاصه وبياكله الجرح وبيكون في ناس كتير ملمومين حواليه. واول ما بيفوق بيتفاجئ انه اتعالج فعلا وبنعرف وقتها انه موجود في معبد وهو ده الكائن اللي عالجه، ولكنه بيخاف اول ما بيشوفه وبيساله ليه ساعده فقال له يعني كان المفروض اسيبك تموت. والمفاجاه انه طلب منه ما يمشيش لان الشرطه بتدور عليه وقال له ان ده المكان الوحيد اللي مش هتدور عليك فيه وده لانهم منبوذين بالدوله. وهنا بنشوف رنا رايح لشاكتي وبيساله مين اللي عمل فيه كده فقال له انه عيل نكره وفقر ابوته هيجيبه. فقال له ما انا كنت زمان كده وشوف انا دلوقتي بقيت ايه، وعشان كده ما تستهونش بواحد جاي يقتلك عشان والدته ولازم تفرمه قبل ما النكره يكبر يبقى ليه شأن. وبتبدا الاخبار تتذاع في كل مكان وبقى رسمي مطلوب للعداله وان في ارهابي حاول يقتل ضابط شرطه. اما بوبي فسمع كلام الكاهن وقعد معاهم وهو بيحاول يشاركهم في يومهم، ولكن في عز ما كل الموجودين عمالين يضحكوا كان هو قاعد حزين ومتقدر. وقتها بياخد باله منه الكاهن وبعد ما الكل نام اتفاجئ بيه ان هو لسه برضه ما نامش فقال له انه ما بيقدرش يغمض عينه ولا بيقدر ينام بسبب صوت صرخه والدته اللي بيرن في ودانه واللي عاشت عمره كله ملازماه من لحظه طفولته. ووقتها بنعرف انه ايام ما كان في طفولته وفي عز ما البلد كلها متجمعه في المولد وبيشوفوا الاراجوز وفجاه بيظهر الضابط رنا سينج وبيكلمه شكته وبيقول له خلص على الفلاحين. ووقتها بتبدا الناس تصرخ بره وهي بتقول اجري يد الشرطه رجعت.
وقتها بتنتشر الحرائق وهدم البيوت في كل مكان في القريه. ووقتها بوبي بيشوف شكت بنفسه قاعد في عربيته عشان يطمن ان هم جابوا القريه عليها وطيها، ولان والده بوبي خافت عليه فخدته بسرعه ودخلت البيت وطلبت منه يطلع فوق يستخبى وما يطلعش صوت مهما حصل او مهما شاف، وهي بتطمنه انه مش هيحصل لها حاجه، وهي بتقول له انت راجلي. وبالفعل بسرعه طلعته يستخبى، وفي نفس اللحظه بيدخل عليها الضابط رنا، بس هي كانت واقفه له بالمرصاد، ولان الحيوان بدا يتحرش بيها فعلمت عليه بالسكينه في ودنه فاتجنن اكتر ونزل فيها ضرب بالحزام. وللاسف كان هو فوق وقتها بيتفرج على اللي بيحصل لوالدته وشايفها بتتهان وبتنضرب من الحيوان ده، بس ما نطقش زي ما وعد والدته، ولكنه كان بيبكي بالدموع وهو بيحاول يحفظ اسمه لانه من وقتها شايلها له وعايز ينتقم منه. وبعد كل ده بيولعوا فيها، فبينزل لها بوبي وهو منهار من العياط على والدته، واثناء ما هو بيحاول يطفي النار للاسف ايده بتلزق في هدومها وبتتشوه. وشكت عمل كل الكلام ده في الفلاحين ودمر 200 فدان وهجر الفلاحين من بيوتهم واراضيهم عشان بس يبنوا مصنع في المكان ده، ولانهم عرضوه وقفوا في وشه كذا مره قبل كده فقرر انه يولع فيهم ويبيدهم تماما. فبيبص لايده وهو بيعيط لانه حاسس انه خذل والدته. فالكاهن قال له بالعكس انت حاولت تنقذها والدليل ايدك اللي اتشوهت ولازم تفوق عشان تركز على هدفك. وبالفعل بيجهز نفسه وهو بيدرب نفسه على القتال عشان يجيب حق والدته من كل اللي ظلموها. وبدا كمان كل اللي في المعبد يشجعوه، وبدا يحس انه موجود وسط عيله حقيقيه لدرجه اننا اول مره نشوفه بيضحك. وبعد تمريناته العنيفه بيكون اخيرا بوبي جاهز للقتال، وفي نفس الوقت بنوته من المعبد بتنضرب بسبب الانتخابات والمرشحين الجدد واللي كانوا عايزين يلزقوا صوره للمرشح فرفضت، فمسكوها وعدموها العافيه. ووقتها بيعرف بوبي ان هم من رجاله شكتي وبيسمعهم وهم بيتكلموا مع بعض، وبيعرف ان هم محتاجين الفلوس ضروري عشان يجهزوا نفسهم بالسلاح ويقدروا يقاوموهم. ولكن بوبي بيزعل وبيتاثر عشانهم لانه بقى حاسس خلاص انه واحد منهم، ولما راح يساعدهم بالفلوس اللي معاه لقى المبلغ قليل، وعشان كده بيقرر يرجع تاني لحلبة المصارعه. وطبعا الكل كان مراهن ان القرد هو اللي هينطحن لحد ما بيتفاجئوا بالقرد بقوته واللي بضربه واحده جاب المنافس ليه على الارض. وقتها الجماهير كلها بتتصدم لانهم اساسا ما لحقوش يشجعوا، وحتى المدير نفسه اتصدم لانه متعود على انه ينضرب، والوحيد اللي كان مبسوط بيه هو الفونسو. وطلع عيال ينفذوا وهو مستغرب ومش عارف يقول لهم ايه، وعشان كده بيدخلوا له التريلا صاحب العظام بالو، ولان الواد كان هضبه وكبير فما كانش قادر يتمكن منه، ولكن مع ذلك كان بيقاتله بكل احترافيه لحد ما قدر يديها له في 3 ضربات، الاولى في زوره الثانيه حساسه الثالثه جابته الارض. وبكده بيفوز القرد لاول مره في حياته، ولانهم في نهايه كل مصارعه متعودين ان اللي يكسب يضرب الخسران لحد ما يجيب اجله، ولكن بوبي ما بيرضاش يضربه بيرمي العصايه. وقتها لاول مره في تاريخ حياته بيبدا الجمهور كله يحييه القرد 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 عاش القرد. وفي النهايه بياخد لكشة فلوس محترمه وعلى طول بيحطها لهم في المعبد بدون ما يقول لهم ان هو اللي جابها لهم. واول ما بيشوفوا انها فلوس بيطيروا بالسعاده، ولكن الكاهن بيتاكد ان بوبي من الرساله اللي كان سايبها له في الشنطه، وهي ان الاوان تعرف انت مين، ودي اللي كان قالها له الكاهن وشجعه بيها. وفي نفس الوقت بيوصل بابا شكت بطيارته الخاصه ومتجه بسيارته الفخمه لوقر الملوك. وقتها البلد كلها كانت مقلوبه احتفالا بيه وهم بيتهافتوا باسمه، وهو بيكون عامل نفسه المراكز صالح، وهو اساسا من جواه بيقول لهم والله لا ولح فيكم واحد ورا التاني. واول ما بيدخل الوقر بتبدا كابور تحذر كل الموجودين في المكان ان لو اي حد عمل دقه نقص هتولع فيه، وما تعرفش ان القرد جاي لها من الباب الخلفي وبيقلع الماسك بتاعه بايده بيروق عليهم. وفي نفس اللحظه رجاله وستات المعبد بيقتحموا الجراج واي حد في سكتهم بيجيبوا اجله، اما هو فبيدخل المطبخ وبتبقى مدعكه يا شقيق، ناس بتتقطع وناس بتولع وليله كبيره. وبعدها بيطلع لصاله كبار الزوار وبيمسك الحرس اللي على الباب وبيطحنهم حرفيا، وبدا كمان يفجر القنابل الموجوده معاه. وقتها الكلاب كلهم بيبداوا يحسوا بهزه ارضيه، وفي نفس اللحظه بيلاقوا القرد داخل عليهم وهو بيحدف قنابله في كل مكان، فبسرعه بيستخبوا رنا وشكتي، اما هو فبيوجه رجالتهم وبيتسلى عليهم واحده واحده. وبعد ما خلص على كل الموجودين حرفيا جابوا له كمان عربيه ترحيلات تانيه، بس وقتها كان خلاص نفسه اتقطع. وقتها بيظهر دور رجاله المعبد واللي بمناجيلهم وشقرفهم بيقطعوهم حرفيا، اما هو فبيطلع لرنا، وفي اللحظه دي بتوصل كابور وبتضرب عليه نار، واثناء ما هو متداري منها بيلاقي فجاه صوت الرصاص وقف، وده لان جودي ادتها لها على دماغها، وبعدها بياخد الصينيه منها وبضربه واحده بيقطع صابعها، وده لان ما بيدخلش السقيفه اللي هي، فبيشكرها وبيطلع للكلاب اللي فوق. وكانت اول مواجهه ليه مع رنا وهو بيقول له امي بتسلم عليك وبتقول لك قريب هتروح لها، ولكن رنا بيفكره ضعيف وهيتي زي الاول، ولكنه بيتفاجئ انه بيواجه صخره ما بتتكسرش وبيفضل يضرب فيه لحد ما دغدغ عظمه، وباوسخ جزمه موجوده في المكان كله نزل بيها على وش لحد ما عدمه العافيه. وبعد ما بيخلص على الحيوان ده بيطلع على السقيفه بسبع كبار اللي خدوا منها هديه، وهناك بيقابل الملك الكبير واللي بيتاجر بدم الفقراء والغلابه وعامل نفسه الكاهن الاعظم للبلاد واسد الامه، واللي اول ما شاف
شافه وعرف حكايته حب يبلفه ويضحك عليه بكلمتين، وان يا ابني العنف ملوش لازمه وما بيحلش حاجه. فبكل بساطه قال له ده انت حتى ما تعرفش اسم امي، ولا تعرف حتى اسم الغلابه اللي انت ولحت فيهم، وبلاش تاني تناديني يا ابني، شوف لك لعبه تانيه. وفي نفس اللحظه اللي بتوصل فيها طيارته القرد بيلتفت لنورها، وقتها الغدار ده بيرشق فيه الخنجر بتاعه ولسه هيديله التاني فلقاه بيقاوم، وبالفعل بيقدر عليه وبينزل عليه بنفس الخنجر لحد ما بيفرتكه. وقتها بيطلب منه السماح والرحمه، فقال له كنت رحمت مين عشان ارحمك، وبيديله القضيه في راسه وبيخلص من امه. وبكده بيقدر الطفل البريء والشاب الضعيف يجيب حق والدته من الظلمه اللي ظلموها. وبعد ما بياخد بطارها بيفتكر لحظاتهم السعيده سوا في الغابه، ولما كانت بتحكي له عن قصه القرد الضعيف، وعشان كده لما فكر يلبس قناع لبس قناع القرد، وبقى في النهايه رجل القرد. وبكده بتخلص قصتنا، واتمنى في النهايه تكون عجبتكم، وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.